السلام عليكم تلاميذ الخامس ابتدائي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم راح ناخذ درس جديد اللي هو سورة الملك. سورة الملك على شنو؟ اللي هي الدرس الأول. فهسه راح نبلش بالآية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فأرجع البصر هل ترى من فطور، ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. المعاني: الكلمة تبارك معناها كثير خيره أو كثر خيره، ليبلوكم ليختبركم، العزيز الذي لا يغلب، طباقا طبقة فوق أخرى، خاسئا خائبا، حسير عاجز، رجوما للشياطين منعا للشياطين، شهيقا صوتا مرعبا، تكاد تميز من الغيظ، تكاد تتقطع من شدة الغضب، فوج جماعة، خزنتها الملائكة المكلفون بالإشراف على جهنم، نذير نبي يحذر من العقاب، فسحقا دمارا، السعير النار. طبعا ذني مداخلات مال شهيقا مداخلة، تكاد مداخلة، فوج مداخلة، خزانتها، نذير مداخلة، سحقا داخلة فقط السعير. وسيلوا المعلم مالتكم هم. تبارك الذي بيده. بماذا سميت هذه الصورة ولماذا؟ سميت هذه الصورة بصورة الملك، لأنها تعرفون أن السماء والشمس والقمر والإنسان والحيوان ما أحدث في العالم من المطر والعواصف وغير ذلك كلها ملك الله، يسير بقدرته ورحمته، لأن الله تعالى قادر على كل شيء وهو كثير الخير والبركة. لماذا خلق الله الموت والحياة؟ وذلك ليختبر الناس ويرى طاعتهم وأعمالهم الحسنة والسيئة، فيجزي كل إنسان بعمله. ما معنى العزيز الغفور؟ أي أن الله تعالى هو القوي القادر على أن يعفو عن المذنبين إذا تركوا المعاصي وأطاعوه. حين ترفع عينك إلى السماء ماذا تجد؟ وعلى ماذا يدل ذلك؟ نجد عظمة الله تعالى وقدرته في خلق السماوات وما فيها من نظام كوني لا يستطيع الإنسان أن يجد فيه نقص. فقد خلق الله تعالى السماوات 7 طبقا بعضها فوق بعض، وهي كاملة في نظامها من حيث شروق الشمس وغروبها والقمر، الذي من خلاله نستطيع حساب الأيام والأشهر. ما هي مصابيح السماء وما فائدتها؟ يقصد بالمصابيح هي الكواكب والنجوم التي تزين السماء في الليل بضيائها، ويستدل بها على الأماكن المراد الذهاب إليها. هل ترى نقصا في السماء؟ وعلى ماذا يدل ذلك؟ أن الإنسان مهما فكر أو نظر إلى السماء لن يجد أي نقص في خلق السماء، ولا يستطيع أن يرى نهاية لها، وذلك دليل على عظمة الله وقدرته. لماذا خلق الله تعالى جهنم؟ خلق الله ليلقي فيها الكافرون جماعة بعد أخرى، لأنهم لم يؤمنوا بالله تعالى ولم يتبعوا الرسل التي أرسلت إليهم. ما هو مصير المؤمنين؟ إن المؤمنين الذين يخافون الله تعالى ولا يحصون بالغيب فلهم العفو والمغفرة من الله تعالى، ولهم الجنة والنعيم الكبير. هل يمكن للإنسان أن يخفي شيئا عن ربه؟ كلا، لأن الله تعالى علام الغيوب، لا يستطيع الإنسان أن يخفي عنه أي شيء. ماذا يسأل الملائكة الكفار عند دخولهم؟ إن هؤلاء الملائكة الموكلون بالعذاب يسألون الكفار الذين يدخلون النار جهنم عن سبب كفرهم بالله، ولم يستمعوا إلى الرسل والأنبياء الذين أرسلوا إليهم يحذرونهم من العذاب، فيعترف الكفار بذنبهم ويقولون ما كنا نفكر تفكيرا صحيحا، ولو فهمنا واتبعنا قول الأنبياء عليهم السلام ما وقعنا في العذاب الشديد.